إلا من شغلة وحدة عاطلة تنحل مع المستقبل. أيوة الأستاذ عبد اللطيف عندي بده يقابلك. لحظة. خليه يتفضل. حاضر. تفضل أستاذ. إذا زبط اللي براسي في إلك أحلى حلوان يا أمونة. صباح الخير أستاذي. صباح النور. تفضل أستاذ عبد. خير أستاذ عبد، في شيء؟ أستاذي أنا حابب. حابب؟ شو حابب شو أستاذ؟ حابب أقول لك إنه أنا خلصت الدراسة اللي كلفتيني فيها. رعبتني. ليش كفى الله الشر؟ سلامتك من الرعبة. ما في شيء، بس رعبتني. فكرتك ما خلصت الدراسة، بس طلعت شاطر. ولو يا أستاذي أنت لسه ما بتعرفيني. أستاذ عبد، أنا كنت بدي أسألك عن الكمبيوترات اللي دخلوا على الشركة قبل ما أنا أكون مديرتكم. شو بهون؟ هن صحيح كانوا 100 كمبيوتر اللي دخلوا على الشركة؟ طبعا، حتى انه رئيس اللجنة نفسه كان هو المدير العام، هو اللي اشرف على المناقصة. ليش في شيء استاذي؟ ما في شيء، مجرد استفسار. استاذي انا في موضوع بدي اخذ رايك فيه، يعني هو ما له علاقة بالشغل ابدا، يعني بدي استفاد من خبرتك، بدي اخذ موضوع شخصي. تفضل. بدون احراج. ولا يهمك. استاذي انا بتعيب شيء؟ لا ابدا. شكلي، منظري، مشيتي هيك يعني فيهم عيب شيء؟ لا عسلامتك. ليش عم تسأل؟ استاذي انا عندي عقدة بحياتي. شو هي؟ استاذي انا كل ما بفكر اني اخطب بخاف وبهرب. بجوز قلة ثقة بالنفس، بجوز خجل زايد، بجوز مرض، عدم احساس بالمسؤولية، ما بعرف، بس كل ما بفكر اني اخطب بتراجع وبخاف. لا 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 لا، انا مالي معك بهالحكي ابدا. انت رجال ما بينقصك شيء ابدا، بينقصك بس الخطوة الاولى اللي تقدم عليها، ولازم ما يهمك العواقب ابدا، لانك انت مالك عم تعمل شيء غلط. انت بتدق باب اكبر عيلة بالبلد، وبتحط وشك بوش احلى بنت بهالبلد، وبتقول انا بدي اتجوزك. انا هذا رايي، انت شو رايك استاذ؟ انا بدي اتجوزك. لك عقلي يا بنت الناس ولا تجني، شو صار لك؟ اصلا بكون مجنونه اذا ببقالك لحظه واحده بهالبيت. هلا لك منى؟ هلا؟ بعد ما وصلت اللقمه للتم؟ حاج حكي فاضيه، انت اخر واحد بيطلع له يحكي عن اللقمه، هي ما عندنا جمعناها بهالبيت. يعني نسيتي حضرتك ايام زمان وقت اللي كنت فوت على البيت حامل ومحمل؟ لك ازمه وبتمر لك منى، كل شهر زمان وبصير القرش يركض بايدي مثل اول واكثر. إيه بس يرجع لك القرش برجع لك، واذا ما رجع لك القرش ما رح يرجع لك بنوب. إيه بس ما تكوني نسيتي حضرتك انك بالاساس متزوجه موظف من ذوي الدخل المحدود، يعني راتبه على قده، وكنا عايشين بهذا الراتب. ولا نسيتي حضرتك؟ ايه متذكره، بس ما حدا ضربك على ايدك تعودني على العيشه المرفهه. اسمع ياسر، انا ما عاد اقدر اعيش عيشه مثل تبع ايام زمان، انت اللي عودتني على هذا الشيء مو انا. لك ايه بس حبيبتي هانت، صدقيني الله وكيلك هانت، عبد اللطيف وعدني انه خلال شهر زمان نرجع مثل اول واحسن. هلا صبرتي كل هالفتره، ما فينك تصبري لك شهر زمان؟ ماشي رح اصبر هالشهر، بس مو هون عند اهلي، وبعد الشهر اذا ما كنت حابب البهدله بتنزل لحالك مثل الادمي ياسر وبتطلقني. قاعد عن طريقي، نزل لي اياها ثقيله.
الشاي؟ وين الشاي؟ اجيتك تقبرني؟ عبودي ليش ما تعيط علي؟ يعني ليصير الشاي المي لازم تغلي، وانا كنت عم بستنى المي لتغلي. بدك تشرحي لي درس فيزياء قبل ان يغلي الماء وبعد ان يغلي؟ قلنا لك وين الشاي؟ كبرنا. لا تقبرني، بعد تحمي معنا، طول بالك تقبرني. هي الشاي تقبرني. شو هالريحة؟ شو حاطة للشاي؟ قرفة. قرفة؟ لو حطيتي مايونيز ما أحسن؟ مين سمح لك تحطي قرفة للبطيخ للشاي؟ مين سمح لك تقرري عني اشرب شاي بالقرفة ولا بالصرماية؟ عبودي ليش هيك عم تحكي معي؟ عم تمزح ما هيك؟ وشو هاي؟ شو رايك تاخذيني طيارة؟ لا بلشت تخليني، ضربيني طيارة، ضربيني. قومي ساوي الشاي ابرين. طلبتك انا استاذ، ليش ما اجيت لعندي؟ مرة هيك بتحكي مع مديرتك بالشغل؟ هذا الحكي كان زمان، هلا انت مرتي بحكي على كيفي. طيب يا زوجي العزيز، تفضل. هي صورة عن معاملة الكمبيوترات اللي دخلت على الشركة، وهي صورة عن جرد الكمبيوترات اللي مو داخل ربع الكمية منه، وهي صورة عن جرد المستودع اللي ما فيه ولا كمبيوتر، وهي صورة عن اعتراف أمين المستودع بإجباره على السكوت بمبلغ زهيد من حضرتك، وهي صورة عن قانون العقوبات اللي بيتعلق بهي القضية. حبيبي لا تتعب حالك تقراهن هون، هلا بعدين ببعتك لقرنة كتير ظريفة تقراهن على مهلك ورقة ورقة. وين؟ هنيك دير الزور. تعمل برونزاج، دير بالك ما تتشلفط هون. ويا عربي الشرقية يا يما دقوا الرجال. ولا؟ ايه هذا مو توقيعك ولا؟ شو؟ ايه بلا توقيعي. شو بك صفنت؟ ما هي المديرة قالت لكم انه اللي عجبه عجبه واللي ما عجبه يا بيقدم استقالته يا بتنقله لهون على الفرع الثاني مشان يساوي برونزاج. ايه شو ايه؟ انتوا ما حدا قدم استقالته.